لو أول بطل هو اللي مات وشخصية البطل عقلاني ومتزن ورصين، ازاي ممكن أوضح انهياره على موت أقرب الناس ليه رغم ان هو كان عارف ان أبوه بيموت بالتدريج وكان شايف ومتوقع حدوث ده؟ عزيزي الكاتب، الموضوع كله بيعتمد على شخصية البطل. ولكن طيب، دلوقتي هنكمل على المثال ده ان هو الشخصية بتاعتي المفروض ان هي عاقلة ومتزنة ورصينة، صح؟ على فكرة في ناس كتير قوي عندها نفس الحاجة دي، فده لوحده مش كافي ان انا ابني عليه رد الفعل. انا هسأل نفسي وايه كمان، على حسب وايه كمان دي بقى هتكون فعلا ردة الفعل المنطقية ليه. فمثلا لو قلت ان هو شخص طبيعي عادي شبه اي حد، مفيش حاجة مثلا يعني زيادة، فرد فعل الانسان الطبيعي بيكون ازاي؟ حزن، بكاء، بعد كده بيدخل في مرحلة التقبل، بس كل ما بيفتكره بيزعل عليه. هنا المشاعر بتخرج خروج مباشر زي أي حد طبيعي بينفس عن مشاعره عن طريق العياط، الحزن، ان هو يتكلم حد ايا كان. طيب ماذا لو مثلا ان هو وشخصيته كتومة؟ وقتها الموضوع هيكون مختلف خالص. شخصية كتومة بتخزن جواها، حلو، فشخصية دي هتعمل ايه؟ هتقعد تخزن تخزن تخزن، وهيقعد يتشحن 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 لحد ما يوصل لمرحلة الانفجار، او يجيله انهيار عصبي، او بانيك اتاك اللي هي نوبة هلع. ولكن لو هو شخص كتوم مثلا بس عنده هواية بيعرف ينفذ فيها عن مشاعره واللي هو حاسس بيه، حاجة شبه الرسم، فممكن يعمل ايه؟ ممكن وقتها يقوم داخل الأوضة، قافل عليه الباب، ويقعد لساعات بيرسم ويطلع أحسن بكتير. طيب، في نقطة بس مهمة قوي لازم نتكلم عنها، وهي ان دلوقتي انت كنت بتقولي ان هو شايف متوقع حدوث ده، صح؟ ازاي بقى ان هو انهار رغم ان هو متوقع اللي هيحصل؟ السر كلمة واحدة: الانكار. هشبهها لك بحاجة بسيطة قوي. دلوقتي احنا في الملاهي، حلو، وقدامنا بيت الرعب، فانا قلت لك خدي بالك لو دخلتي بيت الرعب هتخافي قوي وهتصوتي. فانت قلت لي بصلي كده اللي هو ماشي، انت جايه في دماغك هنا ايه؟ انا استحالة اصوت، يعني انا استحالة ادخل واخاف واصوت، اصلا دي حتة بيت رعب صغير متر في متر، يعني ايه اللي هيخوفني؟ دخلتي بيت الرعب، راح جاي ناطط قدامك واحد لابس مش عارفه ايه وفي شويه دم وحاطط ايه ومش حاطط ايه، ورحت انتي اول حاجه عملتيها ايه؟ صرختي. الله، طب ما انتي عارفه من الاول ان انتي هتخافي وعارفه ان انتي هتصرخي، وانا قلتلك دخلتي صرختي ليه؟ ده انتي ببساطه جه في دماغك حاله انكار بسيطه اللي هو استحاله اصوت. فكنا على درايه بالامر من قبلها، مش معناه ان هو يمنع حدوث كذا. فمعنى ان هو عارف ان ابوه هيموت مش معنى كده ان هو يمنع الانهيار، او ان هو ما يزعلش عليه، او ان هو ما يتصدمش. لا، دي حاجة منطقية وعادية جدا. طيب هديكي مثال من رواية حقل التفاح، لو مش عايزين حرق اطلع من الفيديو. بطل رواية اسمه نادر. نادر شخصيته برضو عاقلة، رزينة، متزنة، اصلا اخصائي نفسي، شخصيته قوية، ولكن عنده مشكلة رهيبة، وهو ان شخص كتوم جدا. اي حاجة بتحصل ما بيقولهاش، هو بيخزنها جواه. فابوه مات، عمل ايه اول حاجه؟ رغم ان هو اخصائي نفسي وعارف ان هو مات وعارف علامات الموت، وراح جاي بتاكد من نبضه، عارف ان هو فعلا مات، عمل ايه؟ اخده وطلع بيه على المستشفى. طب ما انت عارف ان هو ميت، لا هو ما زال في حاله انكار في الاول. المهم راح بيه المستشفى، الراجل فعلا مات. رجع يقول لامه، امه دخلت من كتر الزعل، راح يبص عليها لقاها ماتت. راح جاي واخدها تاني على المستشفى، ورجع بالجثمانين دفنهم. هو كل ده قاعد بيكتم جواه بيكتم جواه بيكتم جواه بيكتم جواه، لحد اول ما رجع البيت اول حاجه عملها ايه؟ الناس جايه تساعده، راح جاي منفجر فيهم. بعد كده راح جاي دخل جوه، جات له حاله اكتئاب حاده جدا، دخل الاوضه مش عايز يكلم فارس، طرده اصلا من براها، وجات له حمى، يعني جسمه نفسه بينهار من كتر الضغط، من كتر الكبت اللي هو فيه، لحد ما فارس هينتشله بصعوبه رهيبه. اللي حصل بالنسبه لشخصيه نادر منطقي جدا. دي انا ممكن اتعلم منها ايه؟ ان انا عادي لو هو مثلا الشخصيه دي شبه شخصيه روايتي، ممكن اتعلم الترتيب بتاعها واعمل حاجه شبهه في الروايه بتاعتي، سواء بقى روايه، مسلسل، فيلم، ايا كان هو ايه. عادي بستفيد من غيري وبطبقه على روايتي باسلوبي.